ده كان الفرق بين الاف او بي والاف اي تي، الفيكال اوكالت بلاد والفيكال اميونو كيميكال تيست. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. نتكلم النهارده عن موضوع بسيط وسريع، هنفرق بين تحليلين موجودين دلوقتي وبقوا شائعين. تحليل اسمه الاف او بي اللي هو الفيكال اوكالت بلاد اللي هو الدم الخفي في البراز، وتحليل اسمه او اختصاره الفيت اللي هو الفيكال اميونو كيميكال تيست. ايه الفرق بينهم؟ ايه الدم الخفي في البراز؟ ايه الفرق بين التقنيه القديمه اللي هي الاف او بي والتقنيه الحديثه اللي هي الاف اي تي الفيت فيكال اميونو كيميكال تيست؟ ركز معايا وجهز كشكولك وقلمك علشان نكتب كام معلومه سريعه باذن الله. يلا بينا. المريض بتاعنا مريض بيبقى فيه عنده دم في الستول، دم في البراز. طيب ايه المشكلة؟ لا، دي وارد يكون في مشكلة كبيرة جدا. من المشاكل اللي بنعمل فيها ايا كان من التحليل القديم او الجديد مشكلة بنسميها الدم الخفي في البراز. يعني ايه دم خفي؟ يعني ما بنشوفوش بعينينا، ما بنشوفوش تحت الميكروسكوب. هو عبارة عن هيموجلوبين اللي هو جزء من الدم موجود في العينة بتاعة المريض. دي جاية منين؟ جاية من مشكلة قد تصل إلى حاجات صعبة جدا زي سرطان القولون أو المستقيم. يعني كلها مشاكل متعلقة بالجهاز الهضمي. هنكتشفها إزاي؟ هنكتشفها بواحد من الاتنين دول، إما الاف او بي التقنية القديمة، إما الاف اي تي. هتلاقي مريض اللي هيعمل حاجة من التحليلين دول، الاتنين يعتبروا حاجة واحدة بس هنعرف التفريق البسيط. عنده مشاكل زي ايه؟ اما المشكلة اللي ممكن تلاقي ان هو بيعاني من الام في البطن، ممكن تكون يحصل له فقدان للوزن غير مبرر، ممكن يكون عنده نزيف. حاجات كتير كلها متعلقة بآلام البطن. يروح للطبيب هيقول له اعمل لي شوية تحاليل من ضمنها تحليل الاف او بي او الاف اي تي. الفرق بين التقنيتين حاجة بسيطة جدا. تقنية الاف او بي اللي هي الدم الخفي البراز القديمة كان عبارة عن تفاعل كيميائي، كان نون سبيسيفيك ونون سنسيتيف، كان بيدي نتائج سلبيه كاذبه او ايجابيه كاذبه كتير. يعني ممكن يتفاعل مع الاكل، الاف او بي ممكن يتفاعل مع الاكل. انا بدور على دم، ممكن الدم يكون جاي من غذاء مهضوم، لحوم، ممكن من ادويه. هو تفاعل كيميائي فكان بيختلط عليه الامر، ممكن يكتشف اشياء ملهاش علاقه بالهيومن بلاد. ده كان الاف او بي، تفاعل كيميائي غير دقيق. استحدثنا التقنيه الحديثه اللي هي الفيت اللي هي الفيكال اميونو كيميكال تيست. لا، التفاعل هنا في الفيت بيعتمد على تفاعل كيميائي مناعي، يعني انتيجين انتي بودي رياكشن. يعني انا دقيق دقيق جدا، عندي بوصل السنسيتيفيتي بتاعتي ل 80%. التحليل حساس جدا لدرجه 80%. السبيسيفيتي بتاعته اللي هو التخصص بسرطان القولون والمستقيم ممكن تعدي 90 95%. ليه هو ادق من التفاعل الكيميائي؟ هنا في تحليل الفيت ادق لانه بنعتمد على سبيسيفيك انتي بودي، هو تفاعل كيميائي مناعي. مناعي يعني انا بقى عندي انتيجين انتي بودي رياكشن، بمعنى ان انا بيكون عندي سبيسيفيك انتي بودي مخصص، مش هيتفاعل ولا هيرتبط غير لما يشوف الهيومن بلاد. الهيومن بلاد اللي هو الجزء النشط من الهيومن بلاد، كمان بنقول عليه الجلوبين بورشن. انا عندنا الهيموجلوبين ده ماده موجوده جوه كرات الدم الحمراء اللي هي الدم. لما تفاعل مع الجلوبين بورشن اللي هو جزء من الهيموجلوبين، انا مش هتفاعل غير مع الهيومن جلوبين، دم الانسان فقط. بالتالي مش هتاثر في الحاله دي لا باي ادويه ولا باي غذاء اخر. فبالتالي مش محتاج المريض بتاعنا يبطل اكل لحوم ولا ورقيات خضراء ولا يمتنع عن اي اطعمه. لا، انا بقول له مفيش اي شروط. انما كان في الاف او بي الفيكال اوكالت بلاد الكيميائي القديم كان اقول له بطل اكل لحوم حمراء، اي بروتينات، ابتعد عن الورقيات الخضراء، ابتعد عن بعض الادويه علشان ممكن تديك نتائج سلبيه او ايجابيه كاذبه، طبعا هتغير مسار العلاج. دايما المريض اللي هيكون عنده الاعراض اللي قلناها، وارجع في الاول وركز في الاعراض، او كان عنده تاريخ وراثي، حد في العيله كان عنده مشاكل زي سرطانات القولون، اي مشاكل في الجهاز الهضمي، ساعتها لما يكون عنده هذه الاعراض مع التاريخ الوراثي العائلي وبدايه من سن 45، قول له اعمل تحليل. انت اللي قلت الاف اي تي، انت عرفت ان هو ادق ليه؟ علشان ما امتنعش عن طعام معين ولا ادويه معينه، بيكون اكثر حساسيه واكثر دقه. مش بيحتاج اي شيء غير ان المريض بتاعنا هيجيب عينه ستول في قبض وابتدي ادخلها واحضرها في جزء صغير كده اسمه بفر، بحلها وبتعمل تحليل كيميائي مناعي. اما يكون العينه فيها بلد، دم خفي فعلا بتاع انسان، هيكون موجود هيتفاعل مع الانتي بودي زي ما انت شايف الصوره، انتيجين انتي بودي رياكشن. الانتي بودي انا مصنعه في الكاشف بتاعنا في الرياجنت، جسم مضاد خاص بالدم بس بتاع الانسان. لو شاف دم الانسان هيمسك فيه، اول ما يمسك فيه يديني مؤشر انديكيتور، يديني لون، يديني شيء معين حسب وقت التقنيه، يديني لون ده اقول النتيجه بوزيتيف. البوزيتيف بتاعنا نعمل معاه ايه؟
البوستيف بتاعنا يعني المريض عنده دم خفي في البراز بالتقنيه ايا كان هي انهي واحده، ولكن في نقف عند كده لا، المريض بتاعنا محتاج بعد هذه الخطوه بيعمل كولونوسكوبي، بيعمل منظار قولون علشان نبتدي نطمن ونتاكد برضه من النتائج على الرغم من دقتها وحساسيتها، بس بيتبع يعمل فولو اب علشان يوصل للنتيجه الصح ويبتدي من بدري جدا يوصل للعلاج الصحيح ويتعالج باذن الله. اطمن، اهم حاجه عندك بعض الاعراض زي دي تبدا تاخد اجراءك، تكشف عند الطبيب، تعمل التحاليل بطريقه صح، اختار ادق منهم. انت دلوقتي عرفت الفرق بين الفيت وبين الاف او بي وايهما اكثر دقه واكثر حساسيه. حديثا هو الفيت هو اللي موجود في المعامل اكتر، وده كان الفرق بين الاف او بي والاف اي تي، الفيكال اوكالت بلاد والفيكال اميونو كيميكال تيست. لو في حاجه مش واضحه اسالني وارد عليك. سلام.